الزمالك امبارح كان بيلاعب البنك الاهلي وكسب 3-0. النتيجة من 1-1 بقت 3-0 بقدرة قادر. لولا ان كانت في ضربة جزاء للبنك الاهلي لما احمد ياسر ريان اتشد من التيشيرت والشدة واضحة وباينة، مفيش اتنين يختلفوا عليها. اظن ولا منافق زملكاوي ولا واحد بيقول الحق زملكاوي يختلفوا عليها، فالاتنين شايفينها اللي هي في شدة. بس في فرق ما بين العقليات، يعني في ناس طالعة بتقول لك ما هو احمد ياسر ريان كمل على الكورة وراح لعبها. طب ما طبيعي جدا، اللعيب راجل بيتشد من الفليلة ومكمل وبيحاول. هنا بقى دور الحكم الغازي الملاكي، دور الحكم ايه؟ هو دور الحكم ان اديك فرصة ضاعت، اديك البلانتي، لو دخلت جون وتشد خلاص هنا اقول لك تتحسب جون. ده القانون يا باشا، ده القانون يا بابا، ده القانون يا حبيبي، ده القانون يا فيزيائي، ده القانون يا كيميائي، ده القانون يا اخويا زملكاوي، ده القانون لا انا ولا انت نختلف عليه. دي لوائح، لوائح وقوانين في كرة القدم لازم تطبق عليك قبل اي حد، انما هي بتطبق على الكل الا انت. مش معقول يعني كل سنة هتكسب بنفس السيناريو وبنفس الحوار وبنفس التحكيم وبنفس الحكام اللي بتجيلك. مش معقول كل ما تقع يجيبوا لك الغاز، يعني من الصدفة دي. يعني لسه ما تعالجناش من دوري وافا بتاع سيراميكا كليوباترا لسه، يعني لسه الموسم طويل. انت واقع، انت موقوف كيد، انت هربان منك بزيرة مش عارف تلاقيه، انت بتدخل تكبس له على التيك توك، دي مش مشكلتي. متمرد ده عبد الله السعيد عليك، دي مش مشكلتي. ما عندكش لعيبه، مش مشكلتي. العب راجل تكسب راجل، انما انت بتلعب بتنزل بتعتمد على التحكيم، فده ما ينفعش. فهل اتحاد الكوره هينزل فيديو يوضح ضربه الجزاء دي ما اتحسبتش ليه، ولا ايه الدنيا معاكم انتوا؟ عشان نبقى عارفين بس، اصل الموسم لسه طويل. كان نفسي اطلع اقول الزمالك امبارح يستحق عشان علوية اللعيبه بتاعت البنك الاهلي، ضيعوا جون واثنين وثلاثه. وازاي حارس مرمى الزمالك امبارح بعد الاخطاء الفاتحه دي ياخد احسن لاعب في المباراه؟ دي مش مشكلتي، يلا مش مشكله، يلا. المهم بس ركزوا لي على ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش للبنك الاهلي. كان 1-0 للزمالك، يعني كان هيبقى 1-1 بقدرة قادر، اتقلبت الآية بقت 3-0 للزمالك. ازاي؟ اقنعني.